زوجها مات معتكف في مكة ليلة 27 رمضان، واليوم هي تملك 7 فنادق وكلهم في خدمة القرآن. أم يقولون افتروه قل إن افتريته فعلي إجرامي. البداية كانت دعاء من غير فلوس، من غير قرض، من غير ربا. الغريبة أنا وصلت المكان هذا بالغلط، حجزت بسرعة في الليل وما ركزتش ورقدت، لكن فقت على صوت ترتيل. والصابرات والخاشعين والخاشعات. نلقى روحي في مكان وسط الطبيعة، وفهمت اللي أنا في فندق مداخله كلها تمشي للمدرسة القرآنية. المكان هذا طلع مدرسة قرآنية، والفندق هذا وقف تابع للمدرسة هذه. ومن بعد ما حكيت مع صاحبة الفندق وفهمت الحكاية، عرفت أنه بعض الغلطات ما تصلحهمش أحسن، عيشهم كيما هما.